ايا كان ابن حضرتك او ابن حضرتك ما بيسمعش الكلام واداؤه في الميه مش متطور، ما ينفعش اقول له انت وحش، انت ما بتعرفش تعمل حاجه. لا، اقول له انت شاطر كويس، بس المره الجايه عايزين نبقى احسن، عايزين نبقى اشطر. دي نقطة مهمة جدا. السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده أنا عامله مخصوص علشان يكون توعية لولي الأمر اللي حابب يشترك لابنه أو بنته سباحة، يفهم إزاي يختار المكان وإزاي يختار الكابتن. فتابعني واعمل شير مهم جدا للفيديو ده علشان يوصل لكل الناس اللي حابين يبدأوا أبنائهم سباحة، وبالأخص في السن الصغير من أول سن 3 سنين لسن 5 سنين. اختيارك للمكان ده بيكون عليه عامل كبير جدا. ورقم واحد في اختيارك للمكان، لازم مكان السباحة أو المكان اللي هتمرن فيه ابنك سباحة يكون قريب جدا من البيت علشان تعرف توصل له وتلتزم في التمرين وما يكونش فيه غيابات. رقم اتنين، ودي نقطة مهمة جدا، إن إحنا لازم نركز في إن المكان اللي إحنا بنمرن فيه سباحة يكون نضيف. يعني إيه نضيف؟ يعني جودة المية كويسة، ما فيهاش مشاكل. الحمامات برضو ما يكونش فيها ما يعيق إن إحنا نكمل في المكان ده. رقم ثلاثة أنا بعتبرها أهم نقطة، وهو الارتياح النفسي للمكان. طول ما أنا مرتاح نفسيا للمكان هكمل فيه، ومفيش حاجة هتمنعني إن أنا أكمل في نفس المكان. أما بالنسبة لاختياري للكابتن فده برضو بيكون مترتب على عدة عوامل. رقم واحد، الكابتن ده لازم يكون دارس وفاهم يعني إيه سباحة، معاه ما يؤهله إن هو يتعامل مع الطفل، وبالذات الطفل اللي هو التمهيدي في السن الخاص من أول 3 سنين لسن 5 سنين. اعرف ازاي الكابتن مؤهل ولا مش مؤهل؟ طبعا عن طريق السؤال، ان انا بسأل المكان او بسأل الكابتن وبعرف ايه هي الشهادات اللي هو واخدها او الدرجة العلمية اللي هو وصل لها. واهم حاجة ان هو يكون بيمرن سباحة او يعلم سباحة مش اقل من 3 سنين عشان يقدر يتعامل مع ابني اللي بيبدأ سباحة. تجنبا ان ابني يقفل من مجال السباحة او يبطل او يقول مش عايز اكمل علشان الكابتن مثلا بيضغط عليه او عايز يعلمه مهارات. واحنا في السن ده بالاخص مطلوب مننا ان احنا نحبب اولادنا في السباحة، ما نعلمهمش مهارات او نفكر ان هم يوصلوا لحتة كويسة. ابني بيعرف يعوم، ابني في حد اصغر منه بقى مستواه اعلى. الكلام ده كله لا طبعا، وبالذات في السن الصغير. السن الصغير مطلوب منه حاجة واحدة بس، ان هو يحب المية. ومجرد ان هو حب المية فهو هيبدأ يتعلم السباحة بشكل سهل جدا، لان السباحة اصلا مش صعبة يعني. هيحب المية ازاي ويحب السباحة ازاي؟ هيحب المية والسباحة عن طريق ان هو بيحب الكابتن. فمطلوب ان احنا نتعامل مع كابتن محترف. احترافية الكابتن بتبدأ طبعا من أول تمرين، إن هو بيكون يعني بيدي ثقة للسباح اللي معاه، ما بيخوفوش، ما بيطلبش منه حاجة صعبة. أنا هحكي لكم على تجربة شخصية حصلت معايا، إن كان في سباح بيخاف من المية جدا، سباح صغير عنده حوالي 4 سنين. كان سامع عن حد غرق قبل كده فهو خايف على نفسه، ده طبيعي. وانا ما ينفعش ان انا اخده من ايده انزله الميه على طول. ففي تمرينتين او يمكن 3 تمرينات كمان احنا فضلنا كده بنلف على حمام السباحه، بنوطي ناخد ميه. انا بعرفه بالمكان، بخليه يتفرج على السباحين الكبار واقول له ان مستواك هيتطور لكده لو سمعت الكلام، ولو بقيت شاطر وما تخافش انا اللي معلم دول. انا اللي وصلتهم للاحترافيه دي. بدات معاهم واحده واحده وكانوا بيخافوا زيك كده ويمكن اكتر. فده مهم جدا التوعية في الأول، وإن ولي الأمر يحاول يفهم الكابتن إنه ما يضغطش على ابنه. يعني أنا بزعل جدا لما بلاقي ولي أمر بيقول للكابتن شد عليه، بالأخص في السن الصغير. إحنا مش محتاجين شدة نهائي، إحنا محتاجين إن السباح أو الطفل الصغير لسه المبتدئ إن هو يحب المية ويتعلق بالكابتن ويبقى هو اللي بيطلب إن هو يروح التمرين. دي بتبقى يعني حاجة كويسة جدا. لو حد افتقدها في السن الصغير هيأثر عليه وممكن يبطل اللعبة ويزهق باباه ومامته في إن هو يروح التمرين. فالكابتن طبعا بيكون ليه عامل مهم جدا، والتواصل ما بين الكابتن وما بين ولي الامر في النقطه دي بالاخص دي نقطه مهمه علشان نقدر نتخطى الازمه، او نقدر نوصل بالطفل اللي معانا ان هو يبقى بيحب الميه وعايز يكمل في نفس الاتجاه. في نقطه برضه حابب اتكلم عنها، ان الطفل اللي بيخاف من الميه ده بيكون يا شاف مثلا فيديو او حاجه في التلفزيون، او سمع عن حاله غرق حد من زمايله مثلا كلمه، كان في قصه هي محفوره في دماغه. فلازم نقدر نقيم الطفل ده ونعرف المشكلة اللي موجودة عنده ايه، ونتعامل معاها بشكل احترافي. وده زي ما قلت لكم بيكون مترتب بشكل كبير قوي على الكابتن. في نقطة مهمة جدا متعلقة بولي الأمر، إن إحنا دايما نكون في حالة تشجيع للطفل الصغير. يعني أقول له لو سمعت كلام الكابتن وما خفتش أو جمدت قلبك وبقيت شاطر، أنا هعمل لك مكافأة معينة، هجيب لك الحاجة اللي نفسك فيها، هوديك المكان اللي انت عايز تروحه. فدائم التشجيع للطفل ده برضو بيديله حافز كبير قوي. ايا كان ابن حضرتك او ابن حضرتك ما بيسمعش الكلام واداؤه في الميه مش متطور، ما ينفعش اقول له انت وحش، انت ما بتعرفش تعمل حاجه. لا، اقول له انت شاطر كويس، بس المره الجايه عايزين نبقى احسن، عايزين نبقى اشطر. دي نقطه مهمه جدا.
في النهاية أنا حابب أشكر كل أولياء الأمور اللي متابعين مع أولادهم وبيشجعوهم على ممارسة نشاط السباحة، وحابب أشكركم على التعليقات الإيجابية اللي بتجيلي على القناة، ومستني منكم تعليقاتكم وتقولوا لي أنتوا بتمرنوا أولادكم فين، أو لو حابب تبدأ تمرين مع ابنك إيه هي المعايير اللي تبدأ تختار أو تقيم عليها المكان. ابعت لي في الكومنتات وقول لي أنت بتمرن ابنك فين أو حابب تبدأ إزاي.